المايونيز في البيت بمكونات سهلة وبسيطة وإن شاء الله تكون عندنا كلنا. هيوفر علينا جامد خالص. البرطمان المايونيز دلوقتي سعره رفع، كل حاجة سعرها رفعت، فهنوفر وهنعمل حاجة حلوة في بيتنا ونضيفة طبعا، وأحلى من البرطمانات الجاهزة كتير. كل اللي هحتاجه برطمان يكون بقه واسع كده، لاني هخلط جواه، فهحط الهاند بلندر عايزاه يدخل في البرطمان. استخدمت بقى بيضة كاملة، البياض والصفار كاملة، ونص معلقة صغيرة ملح، ومعلقة صغيرة مستردة. دي برضو المستردة دي انا عاملاها في البيت، هنزل لكم الوصفة بتاعتها بعد الفيديو ده ان شاء الله، يعني مثلا في خلال يوم او يومين. كمان عليهم كوباية الا معلقتين زيت، يعني عندنا كوباية زيت كبيرة زي اللي انتوا شايفينها كده، شيلوا منها معلقتين زيت. وعليهم نص ليمونة معصورة، ومعلقة كبيرة خل أبيض. بس كده، مش هنحط، ما تزودوش في الخل عشان ما يبقاش لاذع قوي. حطيت بقى الهاند بلندر، ثبته تحت خالص، تحت في آخر البرطمان، وما حركتش ايدي، وبدأت أضرب اتكون معايا المايونيز على طول. وبعد كده بدأت أحرك بقى لفوق وتحت لحد ما الزيت كله امتزج مع الخليط. وبس تقل معايا في ثواني بجد، ما كملش 5 دقايق ضرب. وطبعا اللي بيتقل القوام كده هو الزيت. جربوها ان شاء الله الوصفة تعجبكم، ولو عجبتكم اعملوا لايك وشير للوصفة، واشتركوا في قناتي على اليوتيوب إسراء غرس الدين، واعملوا متابعة لصفحتي على الفيسبوك مطبخ إسراء غرس الدين.